قبل ما نبدأ، سيب أي قناعة عندك عند باب اللحظة دي، واعتبر الدقايق الجاية مش محاولة للإقناع، لكن دي دعوة إنك تشوف الحياة من زاوية يمكن تكون نسيتها من زمان. وهنا في قعدة الروقان إحنا مش بندور على إجابات جاهزة، لكن إحنا بندور على فهم أعمق. ولما الفكرة تلمس قلبك هتلاقيها محفوظة في قعدة روقان، أرشيف القلوب، المكان اللي الذكريات فيه مش مجرد ماضي، لكن دروس ومشاعر وحكايات لسه بتشكل حاضرنا. أنا نعمة الكومي، وده بودكاست قعدة روقان. وخلينا نبدأ بهدوء، مش بصوت عالي ولا بانفعال. خلينا نبدأ بالصدق. الخيانة مش لحظة ضعف، والخيانة مش غلطة، والخيانة مش ظرف، والخيانة مش احتياج، والخيانة مش معناها ما كنتش حاسس، والخيانة مش معناها كنت محتاج اهتمام. الخيانة قرار انك تكسر حاجة حد ائتمنك عليها، قرار انك تختار نفسك ورغبتك ولحظتك، وتسيب التاني يدفع الثمن لوحده. والغريب بقى ان الخيانة دايما بتيجي ومعاها قاموس اعذار كامل، موسوعة مبررات، كأنها محتاجة تبرر وجودها عشان تعيش. أصل العلاقة كانت بتموت، أصل ما كنتش لاقي نفسي، أصل ما كنتش واخد اهتمام، أصل كنت وحيد، أصل ده مجرد كلام. بس خليني أقولك الحقيقة اللي محدش بيحب يسمعها، ولا مبرر في الدنيا بيخلي الخيانة أقل قبحا. العلاقة اللي كانت بتموت كان ممكن تسيبها، مش تقتلها ببطء. والوحدة مش تصريح للأذى، ونقص الاهتمام مش رخصة للخيانة. والمشاعر اللي جت غصب عنك، المشاعر مش جريمة، لكن الاستسلام ليها مع وجود حد في حياتك ده اختيار. الخيانة مش بس انك قبلت ولا انك اعترفت، الخيانة احيانا بتبدأ من اول مرة تخبي وتكمل، من اول مرة تحس انك لازم تمسح الشات، ومن اول مرة تغير نبرة صوتك، ومن اول مرة تقرر تبقى شخصين، واحد قدامه وواحد وراه. والخيانة إنك تعيش حياة مزدوجة وتطلب من اللي معاك يكون واثق. والخيانة إنك تطلب الأمان وإنت مصدر الخطر. وأصعب حاجة في الخيانة مش الفعل نفسه، أصعب حاجة هو إن الشخص اللي اتخان بيفضل بعدها يحاول يفهم، هو أنا قصرت؟ هو شكلي ما كانش كفاية؟ هو لو كنت أهدى أو كنت أحن أو كنت موجود أكتر؟ وهنا بقى الظلم الحقيقي، لأن الخيانة بترمي الذنب في حضن الضحية، واللي خان غالبا بيحب يظهر في دور المجروح، دور اللي ما كانش لاقي، دور اللي اضطر. بس مفيش اضطرار للخيانة، في انسحاب وفي مواجهة وفي نهاية محترمة. لكن الخيانة هي أقصر طريق وأقسى اختيار. الخيانة مش غلطة بتخلص بالاعتذار، الخيانة شرخ حتى لو اتلحم بيفضل باين. الثقة لما بتقع مش هترجع زي الأول، بتبقى دايما محتاجة إثبات وتبرير وتأكيد. واللي اتخان بيعيش بعدها بنسخة أضعف من نفسه، بيشك ويراقب ويخاف ويتقفل ويتعب من التفكير ويتعب من نفسه. واللي خان لو ما اعترفش من جواه إن اللي عمله غلط من غير لكن هيكرره، لأن المبررات مش بس بتبرر الفعل، دي بتجهزه للإعادة. لو فضلنا نقول أصل وبس وظروف هنفضل نعيد نفس الألم ونغير الأشخاص. الخيانة مش دليل إنك كنت ناقص حاجة، أحيانا الخيانة بتبقى دليل إنك مش عارف تحافظ على اللي في إيدك. مش كل اللي بيخون وحش، بس كل خيانة وحشة. ومش كل اللي اتخان ضعيف، أحيانا اللي اتخان كان بس صادق زيادة عن اللزوم. والحقيقة المؤلمة إن الخيانة ما بتحصلش فجأة، بتحصل لما الواحد يقرر ما يحطش حدود، ولما يجي يقول ما كنتش أقصد. أسأله سؤال واحد بس، لو كنت مكانه كنت ترضى؟ الخيانة ما بتتجملش ولا تتفهم ولا تتحول لقصة رومانسية حزينة. الخيانة اسمها خيانة حتى لو اتلفت بورق مشاعر. ولو انت اللي اتخان، خلينا اقول لك حاجة اخيرة، اللي حصل مش مقياس لانت،
ولا لشكلك ولا لقلبك. الخيانة بتقول عن اللي خان أكتر ما بتقول عن اللي اتخان. وأحيانا أقسى درس في الحياة إنك تتعلم إن مش كل اللي بيقول بيعرف يعني إيه أمان. دي كانت قعدتنا النهاردة، ولو الكلام لمس حتة وجعتك افتكر إن الوجع مش ضعف. الضعف الحقيقي إننا نكمل نبرر اللي كسرنا.